اذا الشبكه ياسين بونو لا يناقش. اذا ياسين غدا خصك تكون في نهار وكتعاوننا باذن الله. لاك سونترال لا يناقش. عيسى ديوب اللي غيكون عنده واحد الدور كبير في الماتش ديال غدا، غادي نلعبوا مع واحد الفرقه كتاتاكي بواحد الزياده عدديه كبيره وعندها الجوده في لاطاك اكثر. شادي رياض غالبا هو اللي يكون حداه في القلب ديال الدفاع. اشرف حكيمي القائد ديال الفرقه، حكيمي بالتجربه ديالو بالريتم اللي لاعب فيه ما كرهتش انه لا كان موجود نصير هو اللي غادي يكون هنايا ويحاول انه يعطينا ديك التجربه ديالو الايقاع ديالو اللي لاعب فيه، باش حتى الا بغينا نطلقوا حكيمي نستافدوا منه في الباندا مزيان، وكوفرينا بعيسى ديوب وكوفرينا بشادي رياض، نكوفريو حتى بنصير مزراول اللي كيعرف يوقف. نائل العناوي لا يناقش، وغالبا هو اللي غادي يلعب. كنتوقع ايوب بوعدي اللي يقدر يبدا به وهبي في دوبل بيفو لتحت 4-2. غنمشيو لاطاك عندنا غادي نمشي الاول بوست اللي من دون شك هو الناف فناف اللي غادي يكون اسماعيل السيباري، وانا نهضر علاش ما حطيتش العشره والاليات بجوج. انا كنتوقع غادي يكونوا بحال هكا اوناحي الي دياز في البوست ديالو بلا الخنوس. هنا اي واحد الحاجه الا حطينا اوناحي الي كاين واحد الحاجه شنو هي؟ اوناحي من اللعابه اللي كيدخلوا يلعبوا في الدومي اسباس بزاف، هنا كيدخل يلعب هنا. هاد الكره خصنا شي واحد يعمر، شكون منطقيا وابجديه ديال الكره طروا كيخصو يطلع يديبوردي، ولكن حنا الا طلعنا ديبوردينا نبقاو بجوج اللور باش تستقبل اغلب الوقت المنتخب ديال البرازيل صعيبه، غادي نطلعوا بها من طبيعه الحال. ولكن كشيما غادي تلعب بها الماتش كامل، غادي تخلي فراغات في الخط الخلفي ديالك. كنشوف بانه خاصنا ايلي بصح ماشي لاعب بوليفالو هنايا. فهنا الصراحه القضيه عندي عاركه كواحد كيتوقع التشكيله ديال المنتخب. سهلا نشير على الاسماء، ولكن كنشوفها من المنطق ديال الكره شنو طالبه منا خصنا نديرو في الماتش باش نمشيو مزيان. حتى هكا زوينه، ولكن الباندا شريطه شي واحد ياخذها غادي تكون صعيبه. اضعف الايمان تكون بحال هكا، نخليها بحال هكا التوقع ديالي.